شكرا. ونادي السيد نائب هاني أحسن. هاني أحسن. شكرا سيد الرئيس. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سيد الرئيس المحترم، السيد الوزير الأول وزير المالية، السادة الوزراء، زميلاتي زملاء النواب، أسرة الإعلام، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد اطلاعنا على مخطط عمل الحكومة نرى أنه جاء تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية والتي وعد والتزم بها أمام الشعب الجزائري خلال حملته الانتخابية. لقد تضمن المخطط في جميع فصوله، سواء منها المتعلقة بتعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة المتمثلة في عصرنة العدالة وأخلاقة الحياة العامة، أو في فصله الثاني المتعلق بدعائم الإنعاش الاقتصادي وتجديده، خاصة تلك المتعلقة بالرقمنة وكذا عصرنة النظام المالي والمصرفي. أما فيما يخص الفصل المتضمن التنمية البشرية والسياسة الاجتماعية المدعمة، سواء تعلق بالرأسمال البشري أو تحسين الإطار المعيشي للمواطن وخاصة القدرة الشرائية منه، تلك هي التي تمس مناطق الظل، فنحن نثمن ذلك ونناضل من أجله. بخصوص الفصل الخامس المتضمن تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين، فإننا نعتبر أن حوصلة كافة الجهود تصب لصالح هذا المسعى الاستراتيجي. لذلك فإننا نثمن التعليمات والتوجيهات الخاصة بعصرنة الجيش الوطني الشعبي واحترافية أفراده، خاصة مع تنامي التهديدات الأمنية مع حدودنا الغربية والشرقية الجنوبية وتحالف الإرهاب مع الجريمة المنظمة، وكذا تعزيز الدفاع السيبراني في ظل تنامي التهديدات الناعمة أو ما يعرف بحروب الجيل الرابع والخامس. السيد الوزير الأول، لقد استبشرنا خيرا وبدون مجاملة خلال مداخلتكم أمام النواب والتي قدمتم فيها المحاور الكبرى لبرنامج الحكومة. إنني وبصفتي ممثل الشعب وعن ولاية الطارف خصوصا، الولاية الحدودية والتاريخية المعروفة بنضالها أثناء الثورة، ولا زالت وستظل صمام الأمان لكل المخاطر. علما السيد الوزير أن الشعب منحني ثقته لعهدتين متتاليتين كرئيسا لبلدية حدودية، ومن خلال هذه التجربة المتواضعة أرفع إليكم الانشغالات الأساسية والملحة، وسأكون في خدمة بلدي وتحت التصرف بالمساهمة في اقتراح الحلول، والتي تتمثل أي الانشغالات فيما يلي: إلى متى ستظل الأشغال متوقفة لمشروع القطب الجامعي 6000 مقعد بيداغوجي و3500 سرير منذ سنة 2013 بنسبة أشغال 15% مع الشريك الهندي، وهو ما سبب عجز كبير سواء في المقاعد البيداغوجية أو الجانب الاجتماعي، وأصبح المبنى عبارة عن أطلال. لذا معالي الوزير الأول وبصفتكم كذلك وزيرا للمالية، نطلب منكم التدخل العاجل لحل هذا المشكل الخاص بالمشروع الحيوي وإعادة بعثه من جديد. بعث مشروع السكة الحديدية عناب الحدود التونسية على مسافة 100 كيلومتر، عندنا أن الدراسة منتهية. بعث المشروع المحطة المناخية منطقة الغرة لبلدية بوغوس الحدودية من باب المعادلة الاقتصادية، خلق الثروة وخلق مناصب الشغل. إنجاز الطريق الرابط بين البلديات الحدودية عين الكرمة الزيتونة بوغوس على مسافة 38.5 كيلومتر في إطار تنمية الشريط الحدودي. إيجاد حلول للتوسع العمراني وإعادة بعث مخططات مسح الأراضي في ولاية الطارف والتي سببت مشاكل كبيرة. رفع التجميد عن تسييد مراكز الردم التقني لبلديتي بن مهيدي وابو حجار مع منح إعانة مالية لمراكز الطارف الذرعان وزريزر، خاصة وأن هذه الولاية بيئية بامتياز وذات محميات عالمية. كذلك يطرح المواطن انشغاله بخصوص تسوية وضعيات بنايته في إطار القانون المعروف باسم القانون 1508 المجدد سنويا دون تسوية الملفات العالقة والمودعة. نذكر على سبيل المثال ملف قرى ماكس الحمام والمقرن والذي ظل حبيس الأدراج منذ سنوات. تسجيل إكمالية بقرية واد الحوت لبلدية رمل السوق للقضاء على العجز المسجل في ذات البلدية. كذلك يطلب مواطني الشريط الحدودي لبلدية بوغوس بربطهم بشبكة التزود بالماء الصالح للشرب، علما أن هذه البلدية الوحيدة على مستوى التراب الوطني التي تحتوي على سدين اثنين في حين يعاني مواطنيها العطش.
تزويد المناطق النائية والجبلية بغاز المدينة وشبكة الاتصال، علما أن الدراسات منتهية مثل ما هو الحال في مشاتل مقرن ومشودة. نتوجه إلى السيد معالي وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عن مصير خريجي التكوين الشبه طبي بالمؤسسات المعتمدة من طرف الدولة بولاية الطارف، والبالغ عددهم 130 متخرج تخصص مساعدي التمريض، على غرار ذلك الذين تم توظيفهم في ولايات أخرى. معالي الوزير الأول وزير المالية، خلال التجربة المتواضعة التي مررت بها كرئيس لبلدية حدودية، نلاحظ أن هناك عجز كبير في ميزانيات البلديات الحدودية، في حين تدر رسوم كبيرة لبلديات ذات المعابر الحدودية. أقترح التوزيع العادل للبلديات الحدودية الأخرى من نفس الولاية. وفيما يخص الحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي وتعزيزهما، نحن كنواب الشعب نثمن فكرة توزيع قاعدة الاشتراكات وإدماج العاملين في القطاع الغير رسمي، كما ندعم فكرة التقاعد التكميلي لأنها ستعود بالفائدة على فئة المتقاعدين. لكن في هذا الباب أردنا أن نقدم جملة من الاقتراحات لعل وعسى أن تساهم بشكل كبير في القضاء على العجز المسجل في صندوق التقاعد. نذكر على سبيل المثال فتح باب التوظيف في القطاع العمومي والخاص، والغاء التعليم الصادر عن الوزارة الأولى سنة 2015 والمتضمن المناصب الآيلة للزوال، الرفع في قيمة الأجور وبالتالي الزيادة في قيمة الاشتراكات، إلغاء الفوترة الجزافية بالنسبة للمستشفيات ورقمنة قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي، تعزيز الرسم على الكحول والتبغ، إلغاء التحفيزات المقدمة للصيادلة والتي كانت ظرفية. كما نقترح مساهمة المؤسسات المصنعة الأدوية المحلية بقيمة من الرسوم، ومن ثم نستطيع. شكرا سيدنا، بارك الله فيك. شكرا. والعودة إلى التقاعد النسبي، خاصة الأساتذة قطاع التربية التي يعاني معظمهم من الأمراض المزمنة المبكرة. تلك هي جملة من الاقتراحات مع الوزير الأول. شكرا. السادة الوزراء، المشي والخروج بشهداء الأبرار، عاشت نساء حرة مستقلة. شكرا، بارك الله فيك.